السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أحوالكم؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم غنعاود لكم واحد القصة ديال واحد البنت اللي كانت هي والأخت ديالها، هما اللي كانوا عند والديهم. والأخت هذه اللي غنهضر عليها هي الكبيرة. بالنسبة للخطاب اللي كانوا كيجيوهم، كانوا كيبغيو الكبيرة يعني بسميتها صافي جايين عندها، ولكن مجرد ما تيشوفوا اختها تيقولوا لا ما بقيناش باغيين الكبيرة، بغينا الصغيرة. وهادشي كان كيأثر على نفسيتها، ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه، كانت كتكرر هاد القضيه، حيت كانت اختها احسن منها. ماشي معنيتها ان هي خايبه، حتى هي عندها حقها في الزين، ولكن كانت اختها اكثر. وكان اللي شافها كيبغيها وكيفضلوا كيف كيبغيو اختها الصغيره كيفضلوها عليها. ولكن الحمد لله كان عندها والدين اللي واعيين، ملي كيشوفوا الخطيب ولا الاهل ديال الخطيب تيقلبوا الراي ديالهم، ديك الساعات كيرفضوا. جاي عند فلانه صافي تاخذ فلانه، حيت الانسان ماشي تيلعب ولا تيعزف في الخضره غتبدا تختار ما بين البطاطا وبطيشه. راه انسان، راه جاي يتزوج انسانه، راه مشاعر، راه عندها احساس، راه بشر، غادي تبني معاه الحياه ديالك. المهم، قدر الله سبحانه وتعالى ان اختها غادي تخطبات قبل منها وصافي، يعني ما بقاش لها مده بزاف باش غادي تتزوج. وكانت الام ديالها ديما كتهضر معاها هضره ديال انسانه واعيه، عاقله، متدينه. كانت ديما كتقول لها الله عز وجل غيجبر خاطرك، كوني على يقين، ربي ما غاديش يضيع كل مقدر لك الله سبحانه وتعالى غادي تشوفيه، غير الصبر. كانت هادشي باش كتبرد عليها ما. سبحان الله ما كانش بيناتهم فرق كبير في المده ما بين باش تزوجات اختها الصغيره. يسر لها الله عز وجل في واحد رجل صالح جا خداها تزوج بها وداكشي. غير هو كان غادي يسكنها مع دارهم، هذا هو الشرط ديالو، حيت ما عندوش القدره انه يسكنها بوحدهم. صافي هذيك وافقوا دارهم، يعني شافوا انه رجل مناسب، حتى هي وافقات عليه. ايوا صافي وتزوجات، مشات عند الاهل ديال راجلها، عاشوا مجموعين، كانوا كلهم في دار وحده. من بعد بداو كانوا يتعاملوا معاه صراحه مزيان، ماشي مزيان، ولكن المهم ما باينش عيبهم في الاول. ومع الاحتكاك مع المده، وهي هاد العروسه كانت في البيت كيفاش نقولوا بيت العائله، كانت فيه عندهم جوج ديال البنات باقيين في الدار، وحده اللي مخطوبه اللي غادي تتزوج، وخوهم شاب حتى هو. وكان يعني البنات اللي كاينين في الدار في السن ديال الزواج، البنات عزبات ماشي باقيين صغار. وكان الشغل كله كيخليوه للعروسه، يعني هي اللي كتقضي كل شيء، من الطياب، من العجينه، من غسيل الماء، جميع الدار، المهم كان كل شيء عليها. وكانوا كيحقروها بزاف. ودازت واحد الفتره بقات تحشي لها الهضره حماتها، علاش ما حملتيش، علاش ما كذا. خصوصا منين كتقول لها راه الناس تزوجوا في الفتره اللي تزوجوا فيها وراه عندهم اسره، دايرين اسره. وحيت كانت هي مسكينه عندها مشكل، شنو كيوقع لها ملي كتحمل؟ ما كتكملش شهرين 3 شهور كيبقى يطيحوا ليها، كيموت ليها الجنين. ما كيقدرش الله سبحانه وتعالى المره الاولى، المره الثانيه، الثالثه، الرابعه، ديما مسكينه عندها نفس المشكل. ايوا واحد المره صافي عاوتاني وقع لها نفس الشيء، واشتدات المشاكل بيناتهم، بين الحمات واللويسات والعروسه. العروسه غضبات مشات في حالها لدارهم. قلت تقريبا يلا وصلت بشويه لدارهم، جاها نزيف، داوها للسبيطار، قالوا لهم راه خصها ضروري دير عمليه، راه وقع لها اجهاض وخصها ضروري واحد العمليه. منين دارت مسكينه ديك العمليه صافي عيطوا اتصلوا على راجلها، قالوا لها شنو وقع، ضروري خصك تجي، وباش نيت تدفع المصاريف ديال العمليه اللي وقعات. الحامات تدخلات، جات لعند الام، قالت لها ما يمكنش يكون هذا الشيء بصح، بنتك راه ما كتولدش، غير كتكذبوا علينا، راه ما كاين لا حماله ولا حتى شي حاجه، كتبغي غير فلوس من ولدي، خاصها تخرجهم منه باي طريقه. كتقول لها الام الله يهديك، راه بنتي راه الحاله ديالها راه توريك شنو داز عليها، راه كذا والو المراه. وهي تقول لها بنتك كذابه، بنتك ما كتولدش. وهي تقول لها الام بقى فيها الحال مسكينه، قالت لها صافي اش ديري، سيري في حالك الله يعاونك، وانا متاكده انك وعارفه بنتي ماشي كذابه، وبنتي فعلا هادشي اللي واقع عليها. المهم خلي اعطيني التيسير، خلينا عليك في حالنا. ما بغاوش يزيدوا يكملوا على البنت، لان الانسان تيكون في ديك الحاله الله اللي عالم بها، ما حيلتها الاجهاض، ما حيلتها العمليه، وزيد حتى بالفقصه والطاعون. وصافي وهي تمشي في حالها.
من بعد جا الزوج ديالها باش يرجعها للدار، طلعت النفوس وداكشي. صافي ما كتصبرها، قالت لها معليش صبري، اعتبري ديك الحمات امك والعم والشيخ اعتبريه باك واللويسات هما خواتاتك، غيزيدي في صبرك وكملي. صافي هي هذيك عاوتاني رجعوا وقعوا مشاكل اخرى. صافي كانت هذيك المشكل، صافي البنت رجعت لدارهم، قال لها رجعت. من بعد كان وقع حقها مشكل ما بين الحمات والعروسه. نوض انت الحمات حرضت الولد صدقتي يضرب في العروسه، هو ما موش كاع كيضربها. هو الراجل تيتعامل معاه مزيان ومن خيرات الرجال، العائله ديالو اللي ناقصين شويه. صافي هي منين صافي ولاتي مد على يديه، هو قوت لي تعمر وكثر عليه الضغوطات والمشاكل، ما شاش براسو صدق ضربها وهانها. المهم هي ما تحملتش داك الموقف منه، لان كانت صابره. على الاقل كتقول راه زعما الراجل كيتعامل معاها مزيان باش صابره. صافي هذيك مشات بحالها لدارهم. باها فاش شافها في ديك الحاله تخلق وما عجبوش الحال، قال لهم صافي. قالت لهم بنتهم صافي بغيت نطلق. قال صافي باها، جلسي في داركم معززه مكرمه، نحن على هذا التبهديل وهذا الذل هذا. صافي منين وصلت الامور لهاد الدرجه، ما كنتي صابر على الراجل، منين حتى هو ما بقاش يتعامل مزيان. صافي بعدا ما نديرو بهم. صافي هذيك جا الراجل تيطلب ويرغب، سمحوا لي سمحوا لي ما سمحوا لي، وقال لهم انا ما حسيتش براسي كيفاش درت بحال هكا وكيفاش تبدلت عليها، وانا باغيها وكل ما كنت باغيها كاع من زعما نبقى مع هاد المده كلها، واخا المشاكل تتوقع، واخا كيوقع عليها اجهاض، انا صابر عليها حتى يكتب لينا الله الذريه. وانا غلط، عرفت راسي غلط، بقى تيطلب ويرغب. قال ليه باها دابا الحل الوحيد اللي عندك الا بغيتي بنتي ترجع، شوف ليها دار بوحديتها، ما يمكنش تعاود ترجع عاوتاني في نفس المشاكل. قال لي صافي غير نتوما صبروا عليا، انا نشوف واحد الخدمه. صدق غادي يخرج خارج البلاد، قال ما نشوف واحد الخدمه غادي نجمع منها شي بركه، وديك الساعه غندير دويرتي وشي مشروع باش نعيشو ونجي عليها. صافي داكشي نيت علاش اتفقوا. بقى التواصل بينه وبين مراتو، عائلته ما جاو عندها، ما داوها فيها ما حتى حاجه، بحال تهناو منها. ايوا صافي. وحيت كانت هي درويشه وفي نفس الوقت كما تنقولوا حاذقه وكتبغي تجمع راجلها، هما بحال باغيين يسيطروا عليها من جميع النواحي. صافي هذيك بقات واخا هي كتقول كتشك، كتقول ربما هادشي اللي كيوقع ليا ربما ديري لي شي سحر ولا شي حاجه ديال الاجهاض، وكان المشكل تيوقع بينه وبين راجلها تبدل في مره. المهم بزاف د الحوايج كيبقاو الشكوك، والعلم لله ما كاينش شي دليل قاطع. صافي هذيك مشى خدم خارج البلاد حتى جمع مسكين تيجمع الفلوس، وبدا تيصيفط لدارهم. قالت لهم مو علاش غادي تمشي نجمع الفلوس اللي كتصيفط، علاش غادي تمشي نجمعهم ليك وتمشي تشري دار بعيده وبالتكاليف وداكشي. قالت ليه الدار بني فوق منا، راه كاين مازال ما عندهم الحق فين يبني. قالت ليه بني دار فوق منا وعزل بابك، دارك بوحدك وحنا بوحدنا، ما غنوصلوها ما توصلنا. صافي المهم غير باش ينقصوا عليه. ايوا وهي كانت راجلها كيصيفط لها الفلوس باش تصرف وباش تعيش وكذا. والنص المصروف اللي كيصيفط كيقسموا على النص كيصيفطوا ليها، النص الكبير كيصيفطوا لدارهم. منها كيدور معاهم ومنها كيخبيو ليه يجمعوا باش تيبنيو ليه الدار. صافي هضر معاه داكشي، قالت ليه واخا متفقه مراتو على هاد الفكره، وكملوا على شي سنين. مسكين هو كيضرب في التماره ويجمع ويصيفط. صافي جات الفتره اللي صافي قالوا لي صافي راك بنات الدار دابا خصك غير تجي وهذا. وصافي مسكين عول على انه يجي، ما كملش كاع الخدمات تما. صافي قال الدار نجي حتى تما نشوف ندير شي مشروع ولا شي حاجه. منين جا المفاجاه الكبرى، هو انا تصدم. جا لقى الدار اللي عوال على والديه وقفوا باش يبنيوها، فعلا مبنيه، ولكن مبنيه مقسومه على جوج. الدار مقسوم فيها جوج، يعني الدار مقسومه فيها جوج بيبان، يعني جوج ديور صغار. اما قال لهم انا ما قلت لكمش هكا، ماشي هذا هو الاتفاقيه اتفقنا عليها. انا قلت لكم دار كبيره، دار وحده وكبيره. هما يقولوا لي راه هاد الدار وحده ليك وحده لخوك اللي عادي يتزوج، يلاه تزوج. ويقول لهم خويا خصو يبني مستقبله لراسو، علاش تخشيو معايا وانا سنين ومني وانا كنضرب تماره ونوفر ونتقاتل ونمغرب ومراتي في جهه وانا في جهه باش نجي لقى هذا المشكل هذا. صافي وقع مشكل كبير، تدخلوا الناس وحاولوا يصالحوا بيناتهم بصعوبه وبمشكل. عاد مسكين تقبلها وسرطها ودوزها. عاد مشى جاب مراته وعداها وقالت لي ماشي مشكل، انا لاقيه راحتي، نكون زعما معزوله بلا مشاكل بلا والو. بقاو هكاك مساكن مصابرين. دازت شهور الحمد لله حملات بتوأم، ولكن المشكله انا عاوتاني ما تيقوهاش، بقاو عاوتاني في المشاكل. كانوا كيقولوا يمكن المشاكل حيت باغيين ولدهم يكون عنده الذريه، ومع ذلك واخا سمعوا بانها حامله باقي المشاكل هما ما باغيينهاش وصافي.
وكل ما تزادت المشاكل اكثر كل ما زادوا فكروا انهم يرحلوا من هذيك الدار. داكشي صافي اتفقت المراه وراجلها، قال لها عرفتي شنو غادي نرحلوا من هنايا، نمشيو نعاودوا نبداو حياتنا من الصفر. مشاو مساكن كراو فواحد الدار على قد الحال وحي ماشي هو هذاك. المهم هما بغاو مساكن يريح نفسهم، بغاو يهربوا من الصداع. صافي داكشي اللي داروا. والامور العلاقه بين الراجل وبين عائلته متوتره اصلا. منين كان عطاهم قال لهم شنو يديروا ليه شنو يبنيو ليه في الدار، وبناو داكشي اللي بغاو بالطريقه اللي بغاو، بقى واخد بالهم الموقف، ما بقاش مرتاح. صافي ربي يسخر ليه بان يتوكل على الله فهو حاسبه. سبحان الله، اللي تيتوكل على الله الظنوب بالله سبحانه وتعالى ما تيخيبش. وكلشي مع الصبر، انما النصر مع الصبر. شو مساكن شحال ديال الكفاح، شحال ديال الجهات، شحال ديال المشاكل، ولكن الحمد لله رب من بعد الله سبحانه وتعالى، من بعد ربي يسر لهم. صافي بدا عاوتاني مسكين من الصفر، دار دويره بشويه بشويه. الحمد لله ربي سخر ليه، شرا دويره كبيره من هذيك من اللي كانوا كايرين، ومن هذيك اللي كانت عنده في دارهم. ودار مشروع باش صارفين وليداتهم غادي تيكبروا زعما الحمد لله بتربيه صالحه، وعاشوا بخير وعلى خير. شو سبحان الله، ديما انسان يدير في باله ان مع العسر يسرا. العسر زعما ما تيستمرش، وضروري من بعد يعني الضغط والهم والغم تيجي الفرج، خاص شويه الصبر. ترجم الله ان هذه القصه تكون نالت اعجابكم وتاخذوا منها العبره.